والله ما أنام من كثر ما أفكر بالموضوع، ما أنام. يعني أعصابي كلش تعبانة. يعني أنا من أحكي وياه يقول لي أنتي، أواجهه يقول لي أنتي مريضة نفسية، بس أنا مو قصة مريضة نفسية، بس أنا أعصابي يعني تشوفين رجلك أنتي وياه قدام عينك دا يخونك، وتحكين وياه يقول لك عادي أخونك بدل المرة 100. يعني يقول لك إيه، فكلش دا أتأذى. من يطلع لا تدقين علي، لا تخابريني، لا تكذبيلي، لا تدزيلي. يجيني يوميا ب3 الفجر ومتحملة وساكتة، الخاطر عيون جهالي. بس أصعب شيء من أنت تكونين مجبورة على شيء ومني يقول لك يلا امشي طلعي برا، بس يعني تشوفين الخيانة يقولها طلعي برا، تشوفين إن أنت ما تقدرين لأن أهلك ما عندهم، وضعش تعبان، ضحيتي هواي جهالش ما تقدرين تصرفين عليهم. يعني أنا أطلع أشتغل بكوزمتك من الصبح لليل 400,000، إيش راح تعيشني أنا وجهالي؟ وتشتغلينها؟ إيه لا أنا ما أشتغل، بس ردت أشتغل من ردنا نتعاوف أنا وياه. وصعبة العيشة. بس قلت إيش تعيشني؟ أبويا مريض سرطان، زين أنا شلون ما أقدر؟ أهلي ما يقدرون يتحملون. إنا لله وإنا إليه راجعون، والله يكون بعونك إن شاء الله، وربي يهدي البال ويصفي أموركم إن شاء الله، وتعيشون عيشة سعيدة ترجعون. ما أعرف شو أقول ليش، بس أعرف إيش أقول إن شاء الله. إن شاء الله الله يهديكم.